يسعد أوقاتكم. في كلمات كتير حابة أقولها للشيعة وللعلوية، وبدي إياهن يستوعبوا كلامي منيح ومظبوط ويفكروا بكلامي. أنا ما بدي أشمل كل الشيعة وكل العلوية، أكيد بكل مكان فيه الصالح والطالح، بس أنا عم بقصد الشيعة والعلوية اللي تلوثت إيديهم بالدم، اللي شاركوا بالإجرام، ولغوا من حياتهم ومن جواتهم الضمير والإنسانية. اسمعوني منيح شو رح احكي. ما سألتوا حالكن بيوم من الأيام هيك، ما مرق عليكن هيك براسكن سؤال إنه أنتو ليش عم تعملوا كل هالشي؟ ما خطرلكن تسألوا حالكن هالسؤال؟ ليش عم تلوتوا إيديكم بالدم؟ ليش عم تقتلوا المسلمين؟ ما خطرلكن هيك هذا السؤال؟ طيب ما حطيتوا نفسكن بدال هدول الناس اللي قتلتوهم؟ إنه يجي حدا من مثلا من أهل السنة يجي يذبح ابنك قدام عينك، أو مرتك، أو أخوك، أنتوا ما حطيتوا حالكم بهالموقف؟ ما فكرتوا؟ ما فكرتوا تحطوا حالكم بهالموقف؟ يعني ما يعني عقلكم منوم ما بيشتغل؟ ما بتقعدوا بينكم وبين نفسكم 5 دقايق بس 5 دقايق تسألوا حالكم ليش عم تعملوا كل هالشي؟ ومشان مين؟ أنا مستغربة إنه في ناس متلكن موقف مخهم بالمرة، لاغين الإنسانية بالمرة. مشان مين؟ بس فهموني مشان مين؟ علي رضي الله عنه أمركن بهالشي؟ قالكن تقتلوا المسلمين؟ يا ريت تجاوبوني بالتعليقات تبعكم. سيدنا علي مستحيل لو كنتوا بتحبوه مزبوط ما بتعملوا كل هالشي. مستحيل سيدنا علي يقبل بهالشي، يقبل تقتلوا المسلمين، يقبل تعذبون، تذبحون، تنكلوا فيهم. إذا أنتوا تابعين أو بتحبوا آل البيت، هل آل البيت بيأمروا بهالشي؟ بيحبوا يشوفوا دماء؟ معقول؟ ما خطر لكم تسألوا حالكم كل هالأسئلة؟ معقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقبل بهالشي؟ انتوا للأسف ما عم تفكروا منوب منوب منوب.
اللي اخد عقلكن الشغلات الفاسدة. الفساد شو رح يفيدكم بالآخرة؟ هلأ رح تموتوا وتنحطوا بالقبر. بالقبر ما فكرتوا في حساب بالقبر؟ رح تنسألوا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي رضي الله عنه وآل البيت مستحيل يقبلوا باللي انتوا عم تعملوه. حدا منكن يتجرأ ويقول لي ايه بيقبلوا؟ إذا سيدنا محمد وعلي رضي الله عنه وآل البيت بيقبلوا اللي انتوا عم تعملوه، خلص أنا رح أتشيع. بس كلكن حدا يطلع منكن ويقول لي بيقبلوا. انتوا شو ما بتفكروا مجانين؟ خلص جنيتوا؟ لك شو ما بيقولولكن هديك الحمير بتصدقون؟ لك من أكبر معمم لأصغر واحد فيهم كلهم كذابين، عم يضحكوا عليكن. عم يضحكوا عليكن. مو معقولين انتو، مو معقولين منوب. معقولة يعني ايه هاي الشغلات كلها اللي صارت والجرائم؟ لك ما حركت فيكن شعرة؟ مشاعر؟ ما في مشاعر؟ طيب شو استفدتوا؟ بس قولولي، يعني حدا يقلي بالتعليقات شو استفدتوا؟ شو استفدتوا من قتل المسلمين؟ شو اجاكن؟ اكتريتكن خسر ولاده وخسر اخواته وخسر ابائه من غبائكن. لك شو فاكرين يعني رح تقضوا على مليار سني؟ معقولين انتو تفكيركن مو معقول. ليشو هالأذى هاد؟ ليشو اللي انتو ماشيين فيه؟ ليش ماشيين فيه؟ لك حطوا حالكم بدال السنة. انتو يصير فيكن هيك، حطوا حالكم بدالهم. تتذبح آباء قدامهم، إخواتهم تغتصب نساء. لك حطوا حالكم بدالهم، فكروا شوي. لوين عم تودوا حالكم؟ للتهلكة، لأنه ما فيكن مخ. أنا آسفة اللي عم قلكن هيك، بس عن جد ما فيكن مخ. لك واحد فيكن، بس واحد يطلع رشيد فهمان. أنا بعرف إنه في منكن شرفاء وفي منكن فهمانين، بس وينن؟ لازم يوقفوكن، لازم يصحوكن من الوحل اللي انتو فيه، يطلعوكن من الوحل، يصحوكن من إجرامكن اللي انتو فيه عم تغرسوا حالكن فيه. ما في رجل رشيد بيناتكن يفهمكن؟ معقول؟ لك هداك اللي عم يأمركن تقتلوا، هذا هو قاعد عم يأمركن، عم حط برقبته وبرقبتكن دماء مسلمين. انتو ما عم تفهموا قديش انتو مغرقين حالكن، مغرقين حالكن لراسكن بالوحل.
ماني عرفانة شو بدي أقول، شلون بدي فهمكن. أنا عم فهمكن لأنه أنتو إنسان، بني آدم، بركي بيتحرك مخكن شوي، بركي بتتحرك ضمائركن شوي، بتلحقوا حالكن قبل ما يجي عقاب الله والانتقام. انتو غايبة عنكن هاي الشغلة، غايبة عنكن بالنهائيا انه في انتقام رب العالمين. لحقوا حالكن قبل فوات الأوان. أكتر من هيك ما رح أقدر إلكن. لا رح يفيد السب ولا الشتم، ولا رح يفيد التعصيب، ولا ما رح يفيد. مو قدامنا إلا نحاكيكم بهالطريقة. انتوا قاعدين عم تذاكروا بعض، عدوا عدوا بس اهدوا شوي وفكروا فكروا شو رح يجيكن من قتل الناس، وخاصة المسلمين. بتعرف شو يعني مسلم عم تقتل مسلم؟ مكتوبة بالقرآن الكريم: من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه النار خالدا فيها. لك انتو منو مو ماسكين كتاب الله؟ شلون عم تتبعوا علي وآل البيت وانتو ما بتعرفوا بالقرآن الكريم؟ سيدنا علي وآل البيت ما بيعرفوا بالقرآن الكريم؟ أكيد بيعرفوا، أكيد متبعين الرسول عليه الصلاة والسلام ومتبعين القرآن اللي نزل عليه. فكروا شغلوا مخكم بقى، شو صار لكم؟ ليش هايجين هيك ومجانين جانين؟ جربنا الحكم العلوي والشيعي، بنجرب الحكم الإسلامي السني. شو عليه؟ شو عليه إذا يعني جربتوه؟ شو رح تخسروا؟ بإذن الله العظيم ما حدا رح ينهان فيكن بالدين بالحكم الإسلامي، لأنه نحن منخاف الله. منخاف الله. بتعرفوا شو يعني منخاف الله؟ انتوا ما بتعرفوها، وإن شاء الله تكونوا بتعرفوها. تعرفوا شو يعني الخوف من الله؟ يعني جواتنا خوف وإيمان، يعني مستحيل نأذي حدا، مستحيل نتعدى على حدا إلا ليتعدى علينا. شغلوا مخكن، برجع بقلكن شغلوا مخكن. بكفي إجرام، بكفي دم، بكفي غباء، بكفي غباء. آه. سلام.